طيب هل انا ممكن اتعلم تصميم الازياء عشان اعمل فستان حلو ليا او لاختي؟ ده سبب كافي، سبب كافي جدا ان انا اتعلم تصميم الازياء. للسبب ده، لو ده هيخليني مبسوطه. طيب هل دي اكتر حاجه انا ممكن اعملها من خلال تصميم الازياء؟ لا، انتي بتدوري على ايه اللي يخليكي مبسوطه، ايه اللي يطلع احساسك وطاقتك. حققت من الهدف ده حاجه تبسطني او تبسط اللي حواليا بس، فده كافي جدا. لو حققت منه بيزنس وتارجت كبير جدا فده كافي جدا. فما بالك لو انا من خلال ايماني بنفسي حاولت احقق ان انا اغير ثقافة ناس كتير جدا، واسعدت ناس كتير جدا بان هم بقت ثقتهم في نفسهم اكتر، ان هم بيلبسوا من اللاين بتاعتي بشكل اقوى. النصايح اللي ممكن اديها للطلاب عشان يكونوا فعلا متفوقين في المجال، ان هم يكونوا مركزين ومحددين اتجاههم كويس، مقررين هم عايزين يعملوا ايه من خلال دراستهم دي، مجتهدين وبيحضروا كل السيشنز ما بيجيبوش خالص. دي حاجات مهمة جدا. كمان الرؤية البصرية مهمة قوي، ان يكون في تغذية بصرية كفاية، ان يكون في انفتاح اكتر، اسئلة اكتر، اتبع المنهج في البداية وبعدين اوسع المدارك، لان انا اكتشف اكتر ويكون عندي الهوية الخاصة بتاعتي، ان انا اكون دقيق جدا في تنفيذ كل قطعة والفينش بتاع كل قطعة، لان ده مهم جدا. هو ده اللي بيخلي حد يختلف عن التاني في السكيلز والمهارات بتاعته، انه هو قد ايه مميز في دقته وتركيزه. ازاي ابني سمعة مهنية كويسة؟ اولا يكون ليا الايدنتيتي الخاصة بيا، بصمتي في تصميماتي، ما يبقاش بحاول اقلد وخلاص. لازم التصميمات بتاعتي تكون مميزة عن اي تصميم تاني ايا كان اللاين اللي انا اخترت ان انا اشتغل فيه. الحاجة التانية ان انا اكون اونست جدا في كل حاجة بعملها. يعني لو انا بتعامل مثلا مع عميل بشكل مباشر، فانا مش محتاج ان انا اقول له معلومة غير صادقة. اكون اونست دايما طول الوقت في كل المعلومات اللي انا بقولها والوعود والمواعيد. ان انا اكون محدد بالظبط الشريحة اللي انا هتعامل معاها عشان ما شتتش نفسي في حاجات كتير. اصعب خطوة هي البداية، ان انت هتكون حاسس انك انت مش فاهم اي حاجة. طب انا هعمل ايه باللي انا هدرسه ده؟ طب انا هوظفه ازاي؟ يعني انا بدرس دلوقتي مواد كتير وبدرس حاجات كتير، فانا هوظف ده ازاي؟ طب انا هعمل ايه من خلال تصميم الازياء؟ ان انت ما بتبقاش في البداية محدد هدفك، محدد الدايركشن اللي انت هتشتغل عليه. باختصار شديد ده عادي جدا، طبيعي انك تبقى متشتت جدا في البداية. دور الترينرز اللي معاك ان هم يبداوا يهندلوا لك افكارك، ان يبقى في تنظيم في الافكار، فتبقى عارف ان انا الستبس اللي انا همر بيها ايه، 1 2 3، وانا هوصل في النهايه لايه. فبالتالي انا بحدد رؤيتي وبناء عليها بيكون في ناس تساعدني ازاي اوصل للرؤيه بتاعتي. فبلاش اتخض في البدايه او اشوف ان الموضوع صعب. بلاش ابقى حاسس ان لا طب انا هوصل لايه، او لا، حط هدف وحلم كبير جدا وامشي على خطوات منظمه هتوصل. بس كده.